السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه ده يا ولاد؟ ام مهاب راجعه وبقوه كمان. هعمل معاكم كيكه الرز حلوه جدا ما شاء الله، نتيجتها تحفه. شايفين عامله ازاي؟ بجد بجد طعمها حلو جدا، من حلاوتها كنا منها وهي سخنه. يلا نشوف هنعملها ازاي. وما تنسونيش بدعوه حلوه كده من القلب علشان القناه تكبر بيكم يا جماعه، واقدر اكمل معاكم ان شاء الله. الله واحد ملوش تاني. كوبايتين رز غسلاهم لانه رز بلدي، وبنفس الكوبايه هضيف حليب. بسم الله، الله واحد ملوش تاني. هغطيه واسيبه منقوع كده نص ساعه. بعد ما عدى نص ساعه، بسم الله، الله واحد ملوش تاني. تلاتة كده. ضفت 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، ما ينفعش نبقى لسه مطلعينهم من التلاجة ونعمل بيها. عليهم رشه فانيليا، وبنفس الكوبايه هضيف كوبايه سكر كبيره. نص كوبايه سمنه بدرجه حراره المطبخ، ممكن تستبدليها بزيت ما يكونش ليه طعم ولا ريحه. وهضرب كل الكلام ده مع بعضه بالهاند او ممكن بالخلاط المتاح عندك. بسم الله. كده نعمتها خالص، بس الافضل لو هتضربها في الخلاط لان بالهاند اخدت وقت طويل جدا. هضيف دقيق. الله واحد. لازم طبعا الدقيق ننخله يا جماعه، ملوش تاني. وعليهم كيس بيكنج باودر، اي نوع تفضليه، ممكن تستبدليه بكيك شيف. هخلطهم بالقطعه دي. بسم الله، بسم الله. اوقف وانزل اللي في الجوانب ده. بس كده كده بقت جاهزه معايا. شايفين ما شاء الله القوام؟ ولعت الفرن على درجه حراره 180 بعد ما نقعت الرز باللبن نص ساعه. اهم حاجه نبقى مولعين الفرن من اول ما نشتغل فيها. معايا الصينيه هدهنها سمنه. هي الوصفه دي الاحلى فيها السمنه بصراحه. هبطنها بدقيق، وهصب الخليط على طول. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الريحه كده مبشره ما شاء الله، حلوه جدا. الصواني دي بيبقوا باين طقم مع بعض كده 3، فانا استخدمت المقاس الوسطاني. بس كده ادخلها الفرن على طول. طبعا زي ما احنا عارفين في اي كيك بنعمله ما ينفعش نفتح عليه قبل نص ساعه، لازم يعدي نص ساعه كامله وبعد كده نفتح عليه. اخيرا الكيكه استوت معايا بعد ما عدى عليها ساعه في الفرن، اخدت معايا ساعه. جيت بعد نص ساعه اختبرتها كده، لقيتها لسه مطلعه عجين، فسبتها وكل شويه ابص عليها لحد ما استوت. اخدت معايا بالظبط 60 دقيقه للامانه يا جماعه. هتهدى شويه وبعد كده نقطع. بس هي ريحتها حلوه جدا. سبت الكيكه هديت شويه، هقطعها. بسم الله. عايزه سكينه خشنه شويه. بسم الله. ما شاء الله يا جماعه ريحتها مبشره جدا. بصوا من جوه عامله ازاي. طبعا العيال واقفين لي من ريحتها عايزين يدوقوها، فهضطر ان انا اقطعها وهي سخنه، يا ما لحقتش تهدى قوي بس علشان اخلص من الزن. ما
شاء الله ريحتها حلوه جدا. بصوا ما شاء الله، هي احسن حاجه فيها ان هي مفروله كده. هقطع حته صغيره عشان اعرف ادوقها. بسم الله. تحفه بجد ما شاء الله، طعمها حلو قوي. هي مختلفه عن الكيكه العاديه بس طعمها حلو جدا. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا بنات ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه علشان القناه تكبر بيكم، واتمنى دعوتين حلوين كده من القلب علشان اقدر اكمل. ومع السلامه.